يا ابو يوسف اكيمو عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا عم ما بتسالش كده يعني؟ معلش شويه ظروف بس كده. كمان انت عامل ايه؟ الحمد لله والله. ايه اخبار البلد عامله ايه؟ البلد ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن البلد يا ابني. انا قاعد ما بطلعش ولا عارف حاجه. خير في تعرف ايه؟ حاجه؟ تعالى وراها اقول لك على الجريد كله. خير يا كمال؟ لا مش خير يا ابو يوسف خالص، مش خير خالص. ايه يا عم في ايه؟ مالها البلد؟ مالها البلد؟ ما انت نايم مش دريان، البلد بايظه يا ابو يوسف ومقلوبه. انا هقول لك بس على حوار على واحد بس في البلد. واحد بس، مش البلد كلها، لا واحد بس في البلد. واحد مين ده كمان؟ عارف حماده صاحبنا؟ حماده صاحبنا الميكانيكي. الميكانيكي خاربها ابو يوسف، حوارات وقصص ومشاكل هنا ونصب على اصحاب الورش اللي جانب منه، وخرب الدنيا مع بتوع قطع الغيار اللي بيجيب منهم بضاعه وسلف فلوس من طوب الارض. الله الله. حماده ايه يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ إيه يا عم انت مستغرب ليه؟ البلد كلها بتتكلم، ما انت ما بتظهرش، ما عشان كده انت ما بتظهرش، ما تعرفش حاجه عن حماده. بقول لك اللي بيمشي في البلد الناس بتتفق عليه في البلد من الحوارات اللي هو بيعملها. ده الواحد خايف من اهل بيته، فاضلهم خلاص شويه وهيمشي في نفس المشوار ده. الله الله. ايه يا ابني الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ ركز يا كمال، انت بتقول ايه؟ اركز يا عم؟ بقول لك انا مركز. وايه اللي بقول ايه؟ ده حتى مراته برضه ابو يوسف مدوراها برضه مع البياعين بتوع الطماطم اللي يجي تشتري منه تضحك ضحكتين قد تاخد البضاعه وتمشي، او مقضيها شوك ونصب على بتوع اللي بجاله. الدنيا ما خربانه يا ابو، هم ومراته بالصلاه على النبي شغالين على بعض. ايه لا اله الا الله. حماده طول عمره صاحبي يا ابني، عمري ما شفت منه حاجه وحشه يا ابني. بص يا ابو يوسف، انا مش هضحك عليك، يعني بقول لك الكلمتين دول عشان تتعز عليا. بلاش حماده يجي لك واهل بيتك، خلي بالك من اهل بيتك لو بيجي لك. الله 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 يا ابني، ما طول عمره بيجي لي الراجل عينه في الارض، عمره ما ارتفعت يا ابني. يا عم عينه في الارض، بس صلي على النبي قلبك يا ابو يوسف. انا مش هضلك، انت مش تعز عليا، مش هقول لك كده يا ابو يوسف. خلي بالك من اهل بيتك لو حماده جالك. لا اله الا الله. طب بقول لك يا كمال، تشرب قهوه كده؟ اصل في ناس جايالي. لا يا عم ناس جالك، انا مش شارب حاجه، متوكل على الله. طب شرفت كمان. شرفتك يا كمال. انت بتطردني يا ابو يوسف؟ يا عم ماشي. لا يا عم اطردك ليه؟ لا عشان في ضيوف جايالي بس. ولا يهمك يا ابو يوسف، انا بجيت لك هنا عشان تعز عليا وزي اخوك كبير، بس انا بقول لك يا ابو يوسف وبحذرك لاخر مره، حماده ما تدخلوش على اهل بيتك وخلي بالك منه يا ابو يوسف. ولو طلب منك فلوس سلف مش تديله عشان مش هيردها لك. شرفتك كمان. ماشي يا ابو يوسف. لا اله الا الله. حماده ايه يا حماده؟ عامل ايه يا معلم؟ بقول لك انت في ايه؟ في الورشه؟ طب بقول لك ايه، تعالى لي عايزك ضروري. مين اللي كان عندي؟ ده كمال كان عنده لسه نازل. ايه؟ كلمه يجي يشرب معانا الشاي. ليه؟ خير يا ابني؟ في حاجه؟ انت عارف حاجه ولا في حاجه؟ تمام ماشي هكلمه. تعالى تعالى بس. لا اله الا الله. حماده صحيح بلد الجدع فيها شايل طين. ايوه يا كيمو. كيمو يا عم؟ ايه في يا عم؟ انت لسه طاردني من شويه، ايه اللي حصل تاني في ايه؟ يا عم ازاي انا اقدر؟ كل القصه وما فيها ان الناس اعتذروا، فقلت اكلمك كده تيجي نكمل قعدتنا سوا. تمام يا اخويا ماشي. تعالى بقى عشان اكمل لك بلاوي حماده. تعال. ما بلاوي حماده هتزيد واحده دلوقتي. ابو يوسف ايه يا كمان؟ ايه الكلمه اللي انت لسه جايلها دي؟ ايه البلوه تزيد واحد وفيها ابو يوسف؟ كلمه ايه يا عم؟ ما تشغلش بالك، انت جلجان من ايه؟ انا مش جلجان. كل القصه وما فيها ان انا كلمت واحد حبيبي واكد لي كلامك. واحد حبيبك؟ اه. مين حبيبك ده يا ابو يوسف؟ ما تشغلش بالك يا عم، انت مش بتقول البلد كلها عارفه؟ انا عرفت بطريقتي. بقول لك يا ابو يوسف ما توجعنيش في غلط، انا لو مش بعزك زي اخويا مش هاجي انصحك في حاجه زي كده. لا يا عم انا وجعك في غلط ليه كمان؟ ما تقلقش. ما تذكرش اسمي في حاجه زي كده يا ابو يوسف. لا لا خالص. بقول لك ايه، انا اقوم اعمل قهوه بقى. تعمل قهوه دلوقتي؟ رضيت عنها تقوم تعمل القهوه؟ ماشي يا ابو يوسف. يا عم ما تزعلش بقى، ما انا قلت لك الناس مش جايه، انا هقوم اعمل 2 قهوه على السريع كده. ابو يوسف ايه 2 قهوه ازاي وانت بتشربش القهوه؟ لما التانية دي لصاحب نصيبها. صاحب نصيبها؟ يا ترى مين صاحب نصيبها اللي جاي دول؟ ايوه احمد. ازيك يا جوز؟ الحمد لله يا حبيبي. عامل ايه؟ عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله يا حبيبي. تمام؟ تمام والله. طب تعال. انا هعمل بن بس كده. تعمل بن؟ اه. لا مش شارب بن، انا هشرب دم. لا اله الا الله. وحد الله يا عم، تشرب دم؟ تعالى يا عم حماد. كيمو عامل ايه يا عم عامل ايه يا حبيبي؟ تمام والله الحمد الحمد لله. لله تمام. اقعد يا عم. وحد الله. الحمد لله يا حبيبي. يا عم أخبارك موحدين إيه؟ والله تمام الحمد لا إله إلا لله. الله. مأمنين وموحدين بالله. ايه يا كيمو؟ ايه يا عم حماد؟ انت ايه رايك فيها يا معلم؟
يا ريفيك تسمع عن ايه؟ جد الدنيا وابو الرجوله والجدعنه والاصول. صح؟ صح. جدعني صح؟ واللي يقول غير كده يبقى ملوش لازمه في الدنيا. الله يبارك لك. الله، اصل في ناس مزعلين وبيجيب سيرته بكلام وحش، ينفع؟ ينفع؟ مين اللي يجيب سيرتك بكلام وحش؟ ده نقطع لسان اللي يقول كده. حتى اسال ابو يوسف كنت بقول له من شويه عليك يا عم حماد. الله يبارك ده انت ينضرب بيك المثل. الله ده يبارك انت رجاله بشنبات بتقف لك يا عم حماد. الله يبارك لك. بقول لك ايه؟ امرني يا غالي. انت كان عندك 500 جنيه من سنه وعملنا عليهم مشكله، والراجل ده جالي واسطه، قال لي كمال ظروفه تعبانه وابنه عيان مش عارف يدفع، قلت له عفيت لوجه الله. حصل؟ بعد اذنك عايزهم. بالمناسبه صحيح، ايه رايك في اهل بيتي؟ انتوا اخواتي برضو اكيد هتفيدوني، يعني لو في حاجه شايفينها عليها هتقولوا. ايه رايك في اهل بيتي؟ اهل بيتك ينضرب بيهم المثل يا عم حماد. كويسين صح؟ ناس فوق الاحترام والوصف، منتهى الادب هم والاحترام، وكويسين كويسين هم صح؟ تمام. حد يقدر يقول كده يا عم حماده غير كده؟ الله يبارك لك يا كمان. ما تناولني دي بعد اذنك. عينيا يا عم حماد. الله يبارك لك. اتفضل يا غالي. شكرا يا كيمو حبيبي عسل حبيبي. انطر. طيب هتعوزوا حاجه؟ الله يبارك لك. سلام. الله ايه يا ابني انت سبته ليه؟ اسيبه؟ ما انا لازم اسيبه يا ابو يوسف. الناس اللي زي دي بتحك، الناس اللي زي دي ما كانتش معروفه وعايزه تتشهر، الناس اللي زي دي قسما بالله ما كانت في بيت في راجل ربه، الناس دي ما تربتش، الناس دي ما شبعتش على طبليه ابوها. في ناس كده يا ابو يوسف لما يلاقوك ناجح مش يشتغلوا عشان يوصلوا لك، لا ده يشدوك عشان تبقى في الطين معاهم تحت. اشغل دماغي بمين؟ انا لو حكيت في العويل هعمل له قيمه، انا لو جبت سيره الناقص هعمل له سعر. اديك شايف في ثانيه بقيت عم الدنيا وعم الناس. ليه بقى غاويين كلام في الظهر؟ اسمع يا ابن الناس عشان تبقى عارف الموضوع مش في الشهاده. انت ممكن تلاقيه لا مؤاخذه بيمسح جزم جاهل، بس قسما بالله اجدع من بلد بزيها، راجل شبعان متربى على طالع من بيت في راجل ربه. وممكن تلاقي واحد دكتور بس لا مؤاخذه ناقص على الطلاق، محط في كتف راجل جدع. وممكن تلاقي واحد لا مؤاخذه قاعد في الشارع بحزمتين جرجير لكن محترم وابن ناس وعارف الاصول. وممكن تلاقي واحد تاني تنك اداره عامل نفسه صاحب مال، بس قسما بالله هي شبعه من بعد جوعه. اسمع يا ابن الناس، لما تيجي تعلم حد الرجوله خلي بالك منه، عشان ممكن تيجي تعلمه الرجوله يعلمك هو الوطيانه. لما تيجي تخلي العويل ابن اصول خلي بالك لا يخليك هو عويل زيه. كله عند الله. اسمع يا ابن الناس، في ناس كده الصيت ولا الغنى، في واحد يعمل لك جدع ويعمل لك راجل وصاحب صاحبه، لكن قسما بالله ما خبط حتى في جلابيه راجل ابن جدع متربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.